اهلا بيكم. خدوا بالكم، في قانون غسيل الاموال ما ينفعش نخرج بره البلد او ندخل في البلد واحنا مسافرين واحنا معانا ما يزيد عن 10,000 دولار او ما يعادلهم من العملات الاجنبية الاخرى و5,000 جنيه مصري. طيب لو معايا عملات اكتر من كده يبقى لازم قبل ما ادخل الدايرة الجمركية اكون مبلغ عنها، وده اسمه في القانون الافصاح، لانه في ناس بتبقى مضطرة انها تسافر للعلاج مثلا وبتحتاج مبالغ اكتر من كده. في الحالة دي الافصاح بيخليهم يبقوا عارفين انت خارج ومعاك ايه، فما بيبقاش في مشاكل. طيب اذا دخلت او خرجت بمبلغ اكبر من المبلغ اللي انا قلته، انت هنا بتعرض نفسك للقانون لو ما قمتش بعملية الافصاح، لانه في الحالة دي اذا اكتشفت الدايرة الجمركية ان انت معاك المبلغ ده، في الحالة دي بيتعمل لك محضر وبتتحول على نيابة الاموال العامة وبدورها بتبقى قضية.